مرحبا عادل. واخا امجد بزاف ديال الناس كيسولوا الماس شنو يمكن لك تقول لنا على ما وقع من بعد ما وقع داكشي؟ شنو هما الاحوال، شنو واقع في فاس؟ عادل، الماس بافضل حال. الماس في المركز الثالث 16 نقطه من 8 لقاءات، معدل نقطتين في كل مواجهه. هذا معدل جيد لاهداف. هي الهدف ان يكون ضمن الرباعي المقدمه، ان يبحث عن مركز افريقي، هذا هو الهدف الاول. ثم بعد ذلك البحث والمنافسه على البطوله. من اجل المنافسه على البطوله يجب علينا ان يكون هناك ثلاث اشياء. اولا، يكون هناك تشكيله مميزه، يكون هناك دعم جماهيري، يكون هناك مسؤولي الفريق والدعم والمال الكبير، وهذا ما يتوفر في المغرب الفاسي الذي يحتل كما ذكرت المركز الثالث. بعد اللقاء امام فريق الجيش الملكي الذي ضاع فيه الانتصار في اخر الثواني، محاوله من جديده وقبلها محاوله ادم بريكا، وايضا الهدف الملغى. الفريق في راحه، سيكون هناك راحة لمدة أسبوعين. يوم 26 من هذا الشهر سيعود الفريق للتدريبات. قلت اللقاء الذي كان لقاء منتظر، وجماهير الماس كانت تحضر لحضور كبير. كان هناك 2000 تذكرة تم بيعها في مدينة فاس، تنقل بها الجمهور من مدينة فاس، لكن عند الوصول للملعب كان هناك أيضا عدد من الجماهير، سواء من مدينة الرباط أو مدينة قنيطرة أو مدينة الدار البيضاء. المغرب الفاسي الذي يتوفر على قاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة أو خارج المملكة، لكن تفاجؤوا بعدم وجود التذاكر، ورغم أن هناك محاولة كانت من مسؤولي الفريق من أجل اقتناء التذاكر، سواء بنفس الثمن أو بثمن مضاعف، لكن جميع الجهود التي بذلها مسؤولي الفريق باءت بالفشل. هذا الأمر جعل الجمهور الذي قدم من فاس إلى مغادرة الملعب تضامنا مع الجماهير التي لم تدخل إلى الملعب الأولمبي، وكانت المغادرة بشكل انضباطي بشكل مسؤول تجنبا لأي مشاكل. وغادر الفريق غادر جمهور الفريق إلى مدينة فاس. عادل، هناك كما نعرف هناك القانون، هناك أيضا روح القانون. مسؤولي الفريق كانت هناك 2000 تذكرة قدم بها الجمهور من مدينة فاس، ولكن لا يمكن لك أن تتحكم بعدد الجماهير التي تأتي من مدن أخرى من أجل مساندة فريق المغرب الرياضي الفاسي. وكما نعلم أن الجمهور الذي جاء إلى الملعب الأولمبي جاء لمتابعة مقابلة في كرة القدم، والجهة التي كانت مخصصة للجمهور الضيف تفوق العدد الذي استيعابها يفوق العدد الذي كان خارج الملعب دون تذكرة. جمهور الفريق لم يرد أن يدخل بدون أداء التذكرة، إنما بأداء التذكرة ولو كانت بثمن مضاعف من أجل مساندة الفريق في هذه المواجهة المهمة التي كانت ستعطي أيضا جمالية أكثر بحضور جمهوري الفريقين. على العموم المغرب الفاسي اكتفى بالتعادل وجعل رصيده 16 نقطة. أيضا هناك أمور أخرى تتعلق في الاستعداد لاستئناف البطولة بعد نهاية كأس أفريقيا، تتعلق بالانتدابات وأيضا تدعيم صفوف الفريق بعنصرين أو 3 عناصر خاصة في الجانب الهجومي. هذه هي المجمل أخبار فريق المغرب الرياضي الفاسي. عادل، شكرا لك خويا أمجد. كنظن كاين روح القانون كيف قال أمجد، وهذا ينطبق على جوج ماتشات. الماتش ديال الوداد واسفي، اسفي كانت باستقبال جات واحد 500، عطاوهم 500 تيكي، مي الجماهير ديال الوداد جاو كثر، جاو شي 1000 ولا 1200، ولكن المسؤولين ديال اسفي السي الحداوي مع المسؤولين ديال الامنيين اتفقوا على انه خصهم يلقاو حل ودخلوا الجمهور ديال فريق الوداد البيضاوي باش ما يبقاش المشكل. بارابور الماتش ديال مع العلم ان التيران ديال اسفي صغير، بارابور الماتش ديال الجيش الملكي، فالجماهير ديال الماتش جات وي كانت 2000 ولكن جات اكثر. المنطقه المخصصه هذيك للجمهور الزائر كتهز اكثر من 5000 5600 800 بليز او موان، نقولوا واحد 5000. كان بامكان يلقاو حل لان المسؤولين ديال الماس بغاو يخلصوا، ولكن المسؤولين ما سمحوش لهم. الحمد لله كل واحد كيقلب على المصالح ديالو، حقه ما ندخلوش في كل واحد علاش ولا كيفاش. اللي زوين في هاد لافير كلها وانا الامور دازت بسلام، الجماهير دخلات، اللي دخل تفرج، اللي مشى في حاله والامور دازت بسلام. هذا هو الاهم في هذا الموضوع كامل، وما هو باقي يناقش كل واحد والطريقه والاسلوب ديالو.